بص على الكوميديا وبص على الجون ده كويس. هو من جميع الزوايا الهدف واضح للاعمى انه مش جون سليم، يعني فاول على ناصر منسي. لكن جبته لك من زاويه، يعني عارف انت لو اول مره تقعد على فار، لو اول مره تتفرج على كوره، اول مره تشوف قوانين كوره، هتبان لك ان الراجل ناصر منسي ما لمسش الكوره ودخل بدماغه في ايد حارس مرمى سموحه، وتسبب في ان الكوره وقعت من ايده ودخلت جون. طيب هل انا كراجل اهلاوي كاس الرابطه مهم بالنسبه لي او بنافس عليه؟ خلاص انا خرجت والزمالك خرج، كويس ان الزمالك خرج عشان ما حدش يقول لك اصله متضايق فيقول لك البقين دول. لا، عايزك تبص على الجون بتاع النهارده دوت وماتش حرس الحدود اللي فات بتاع الزمالك في الدوري بتاع اللي كان يوم الاحد اللي خلص 2-0. الجون الثاني بتاع الزمالك فاول على الزمالك من الاول، في ضربه جزاء لحرس الحدود برضه اللعمه يحسبها يا راجل. يا راجل لو حسين لبيب على الفار هيحسب ضربه الجزاء وهيلغي الجون الثاني للزمالك، لو حسين لبيب نفسه على الفار. لكن ايه المغزى؟ فاكر الاداره لما خدت القرار بعدم خوض مباراه الزمالك او بالانسحاب، سميها زي ما انت عايز تسميها، قلت لك ان القرار في جميع الاحوال ب 70 80% ده من رايي، ممكن اكون صح او غلط، 70 80% صح و20 30% غلط عشان تبعياته. ليه؟ تخيل لو انت محمود بسيوني كنت بتلعب قدام الزمالك، محمود بسيوني كان الحكم، كنت بتلعب قدام الزمالك بالتحكيم المصري دوت بتاع ميدو اللي بيشتكي من التحكيم المصري، فرقه خسرانه من استنبلوش. عارف استنبلوش؟ ما حبوش، بتاع جنوب افريقيا، خامس ولا ثامن ولا عاشر الدوري الجنوب افريقي تقريبا، الخامس، فرقه مش موجوده ب 2 جنيه، سنه اولى كونفدراليه، سنه اولى حصاله، ومع ذلك خرج الزمالك من قلب القاهره عادي وقدام كام الف متفرج زملكاوي، فرقه في الطراوه يعني. لكن تنزل انت قدام بقى محمود بسيوني كان هيعمل معاك ايه غير ان في سباك قاعد بره؟ شوف يا عزيزي، قرار عدم خوض المباراه ده للاسف اول سيدي من الميزات ان الاهلاويه تقدر تقول 50 50 او 60 40 مختلفين بنسبه كبيره جدا في القرار ده، فده عادي يا سيدي ما فيهوش اختلاف. لكن عايزك دايما تبص للاحداث دي وتحط نفسك لو انت كنت بتلعب الماتش وتبص للتبعيات اللي قدام، كنت هتبقى هفق والله، اسمع مني. فايجابيات ان انت ما تلعبش الماتش شايفها اعلى، دي وجهه نظري، شايفها اعلى بعدم خوض المباراه. انت هتقول لي اصلا ده احنا خسرنا 3 بونت والدوري ضاع، والله يا عزيزي برضو رايي اول سبب بعد ربنا في ضياع الدوري، لان الدوري خلص الدوري ضاع، اول سبب في ضياع الدوري بعد ربنا السباك اللي قاعد بره. اهو انت لو كنت كسبت الزمالك كان زمان الفارق 1 بونت لبيراميدز برضه، لانك ما كسبتش بيراميدز. انت السنه دي ما كسبتش لا الزمالك ولا بيراميدز، الزمالك اللي مش شايف واي حد بيلطش له، بقول لك استنبلوش مطلعه من الكونفدراليه، انت متخيل؟ انت معلم خسران من انبلي بيصارع على الهبوط، ولا متعادل مع الاتحاد، خسران كميه نقط ما يعلم بها الا ربنا. ضياع الدوري السبب الاول والاخير بعد ربنا في السباك اللي قاعد بره. السباك اللي لو بيلعبك كوره انت كان ممكن تنسحب من ماتش الزمالك وما تكسبش بيراميدز الماتشين ولا تكسب الزمالك الماتشين وعادي يا معلم تاخد الدوري برضه. انت ضيعت نقط كتيره جدا مع السباك اللي معاك. لكن يا سيدي مش هقول لك ان هو السبب في عدم الانسحاب، الله يخليك عشان تفهم كلامي صح وما تقوليش ده انت هتطبل الاداره كمان في دي، ده ملوش دعوه بالتطبيل. انا بفهمك ان انت لما تديهم هنت وتطرقع لهم ان انا مش هلعب بتحكيم مصري، تبعياته الايجابيه قدام ده هيبقى كويس. مش هتلاقي بعد كده قرعه بتتعمل الساعه 5 الفجر بالقبض الاصطناعي، قصدي بالذكاء الاصطناعي، عفوا الواحد ساعات بيتلخبط كده، بالذكاء الاصطناعي، وحد يقول لك اصل الاهلي والزمالك يوم الثلاث اللي جاي ومفيش وقت نجيب حكام اجانب، وجابوا حكم سعودي في ساعتين يا معلم، ساعتين. شايف التحكيم اللي بيحصل بتاع ميدو؟ ادوا الزمالك العداله التحكيميه وخلي الكل ينافس على المركز الثاني بتاع استنبلوش. ميدو استنبلوش مش عارف يكسب سموحه من غير هدف تحكيمي برضه مثير للجدل، ده غير بقى انك ترجع للدوري من اوله. شوف الزمالك قدام سموحه ده، الجون الثاني بتاع مصطفى شلبي اللي اوفسايد، فضيحه في وجود فار، اوفسايد بنص متر، مش بنص سنتي وربع سنتي وحاجه صعبه، نص متر اوفسايد مصطفى شلبي. حالتين طرد لعيبه الزمالك ما حصلوش. بعديها الماتش البنك الاهلي، بدل ما البنك الاهلي يكسب الزمالك هو اللي يكسب، انت متخيل؟ 6 بونت في اول الموسم. فصدقني للمره الثانيه بوريك شويه حاجات تخليك تعرف ان انت بتتفرج على منظومه كرويه فاسده والله بكل المقاييس، فاسده بكل المقاييس. الناس كلها بتستفاد من التحكيم وبتضر، والاهلي بيستفاد وبتضر، ما قلتش لا، انما ده ما اسموش استفاده ولا ضرر، ده فضايح تحكيميه والله اللي بيحصل ده. كوره لناصر منسي، كوره جت في دماغه ولا لمس ولا اي حاجه، والحارس طالع واخد دماغ ناصر منسي في ايديه الاثنين، والكوره وقعت دخل الجون والحكم حسب. الفار اللي حسب، انت متخيل؟ يعني لو الحكم حسب جون ممكن ابلعها، اول شاف الكوره جت في دماغ ناصر ما خدش باله، انما الفار اللي حاسب. ما علينا يا معلم، اشوفك ان شاء الله في فضيحتهم الجديده، سلام.